القرآن في أحكامه وشرائعه خير مما جمع الناس في قوانينهم ودساتيرهم ونظمهم وعاداتهم وتقاليدهم. القرآن خير مما جمعوا من هذه الأفكار ومن هذه الأقاويل والأحكام والقوانين والنظم. القرآن خير منها. فتأتي إلى أنظمة ودساتير ألغيت. لما ألغيتموها؟ قالوا تبين الخلل فيها فغيرت. وهكذا كل دولة تغير مادة 12 دستورا بكامله تغيره وتأتي ببديل. نعم، وهكذا يجعلون الناس كأنهم فئران وضفادع يجربون عليهم. كلما جربوا عليهم قالوا هذه تجربة فاشلة. 70 سنة والمنظمة الروسية يجربون على الناس النظام الاشتراكي، ثم بعد ذلك أخرجوا البروسترويكا وقالوا تبين لنا الخطأ في الاشتراكية على مدى 70 سنة. وكانوا يقولون لأن يهلك 3/4 العالم ليقيم الربع الأخير الاشتراكية. يريدون أن يمشوا الاشتراكية ولو أن يفنى ويقتل 3/4 العالم. وهكذا كل النظم. أما القرآن والسنة، الوحي والدين الذي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه لم يختل، لا يزال هو الحكم الذي يعلو ولا يعلى عليه. وكل من عارضه قوله باطل. وظهر العور والعورة في كل من عارض حكم الله وشرع الله سبحانه وتعالى. لم يستطع أحد أن يغير ألفاظه أو أن يأتي بأحسن منها أو أن يحرفها. غاية ما فعلوه يحرفون المعاني، فيأتي من يرد عليهم وتبقى شرائع الله كما هي. وهذا يتكلم عليه العلماء كثيرا في أن أحكام الشريعة لا تنتقض ولا تتغير.